وبركاته. اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ده اول فيديو ليا على القناه، وحبيت ان انا ابداه ان مش كل النهايات لازم تكون سعيده، علشان كل ما اجي في وقت ان انا ابقى اقول لا انا هوقف فيديوهات وان مش جايبه ريتش وان مفيش مشتركين وكده، ارجع للفيديو ده ان شاء الله ما محتاجش ان انا ارجع له يعني، بس ارجع له واكمل. فالنهارده هكلمكم في ان مش دايما كل النهايات لازم تكون سعيد، وطبعا احنا عارفين ان اول فيديو فانا لازم اكون متوتره. بس خليني قبل ما ابدا الفيديو اسالكم كده كام سؤال. مين قال ان كل النهايات لازم تكون سعيده؟ احنا اتربينا على افلام وقصص بتقول ان النهايات لازم تكون سعيده، وان الخير بينتصر عن الشر، وان البطل هو اللي بيكسب، وان الشرير بيخسر، وفي الاخر الكل بيعيش في سعاده ابديه. لكن لما كبرنا اكتشفنا وعرفنا ان الحياه عمرها ما وعدتنا بده. ولو انت داخل الفيديو حاسس ان حياتك بايظه وانك خسرت حاجه كنت فاكرها كل حاجه، كمل للنهايه، لان ممكن اللي انت شايفه نهايه هو ممكن يبقى فصل صغير في قصة كبيرة. عارفين ايه اكتر حاجة خدعتنا واحنا صغيرين؟ ان كل القصص كانت بتنتهي بجملة واحدة وعاشوا في سعادة ابدية. لكن الحياة مش فيلم، ومش كل القصص نهايتها واحدة. في ناس تعبت سنين وفي الاخر خسرت، وفي ناس ظلمت غيرها ومحدش شافها بتتحاسب، وفي ناس كانت متأكدة ان حلمها هيتحقق وفي الاخر كل حاجة اتغيرت. وده مش معناه ان الحياة ظلم وبس، بس الحياة اعقد بكتير من ما كنا احنا فاكرينها اصلا او اتربينا عليها. خليني اقولك كده كم مثال. تايتانيك أكبر سفينة في وقتها، يعني السفينة دي كانت مستحيل تغرق وكل الناس قالت مستحيل تغرق، لكن في أول رحلة ليها غرقت ومات أكتر من 1500 شخص. القصة دي بتفكرنا إن الثقة المطلقة ساعات بتخلينا ننسى إن كل حاجة في الدنيا ممكن تتغير في لحظة. عندك مثلا فان كوخ، واحد من أعظم الرسامين في التاريخ، رسم مئات اللوح، بس وهو عايش تقريبا محدش كان مقدر موهبته، وتوفى وهو فقير أصلا. وبعد وفاته بسنين اللوح بتاعته بقت من أغلى لوح في العالم. يعني النهاية اللي شافها هو ما كانتش النهاية اللي شافها التاريخ. وده خلاني أسأل نفسي، هو ليه احنا بقينا بنقيس حياتنا من فصل واحد بس؟ ليه أول ما حاجة واحدة بتفشل بنعتبر إن خلاص القصة انتهت؟ أكيد كل واحد فينا كان يعرف حد يعني يمكن كانش بيسيب الكتاب وكان أكتر واحد بيذاكر في الفصل، في الآخر ما جابش المجموع اللي هو كان عايزه. وده مش معناه إن تعبه راح على فكرة، وبرده مش معناه إن النجاح ملوش قيمة، لكن معناه إن الحياة فيها عوامل كتيرة، وإن مش نتيجة واحدة هي اللي هتعرف قيمتك. وكم علاقة حب كان شكلها مثالي والكل كان متأكد إن هي هتكمل، في الآخر انتهت. مش لأن كان حد فيهم كان وحش، بس الحياة في أوقات بتغير اتجاهاتها. ويمكن أنت كمان خسرت شغل كنت فاكره حلم حياتك، أو حد خرج من حياتك وحسيت إن حياتك وقفت، أو حلم اتأخر سنين وافتكرت إن ربنا نسيك. لكن الحقيقة إحنا بنستعجل نحكم على القصة وهي لسه ما خلصتش. يمكن الوظيفة اللي أنت خسرتها كانت سبب في إنك تلاقي مكان أحسن، ويمكن الشخص اللي سابك فتح باب للناس تقدرك أكتر، ويمكن الحلم اللي اتأخر استني الوقت اللي انت تكون جاهز له فعلا. مش كل النهايات سعيدة ودي حاجة طبيعية، لكن مش كل نهاية معناها ان القصة خلصت. في نهايات بتوجع، وفي نهايات بتعلم، وفي نهايات بتغيرك للأفضل حتى لو انت مش شايف ده دلوقتي. عشان كده لو انت النهاردة في أصعب مرحلة في حياتك ما تحكمش ان دي النهاية. يمكن بعد سنة أو اتنين تبص لورا وتقول الحمد لله ان هي حصلت، لأن الحياة مش دايما بتدينا النهاية اللي احنا عايزينها، لكن ساعات بتدينا النهاية اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ بيها حياة جديدة. وفي الآخر فأنا مؤمنة إن مش كل النهايات لازم تكون سعيدة، لكن كل نهاية لازم تسيب فينا درس أو قوة أو بداية جديدة. ولو وصلت لحد هنا اكتبولي في الكومنتات ايه موقف في حياتكم كنت فاكرينه ان النهاية خلاص وان النهاية لكل حاجة بس هو كان بداية لحاجة أحسن. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نوصل لناس أكتر يمكن تكون محتاجة تسمع الكلام ده دلوقتي. باي.